بالأصدقاء الطيبون، السلام عليكم الأحباب. ديروا لنا لايك على القناة تاعنا واشتركوا ورانا غي زيدان سنغافورة غير دلال الخير. المهم أصدقائي الطيبون، باغي اليوم نرد على واحد التعليق. شباب بزاف جاني قال لك يا زيدان راني باغي انجي سنغافورة، عندي رولاسيون مع وحده باغي نتزوج بها، مي راني هايب البلاد هذه. واش نقول لك يا صديقي؟ نقول لك تجي بالك تجي هنا وتنصدم بالواقع اللي رايح تلقاه. نقول لك ما تجيش تقول زيدان سنغافورة راه يحسد فيا. المهم يا صديقي، نصيحة لوجه الله، دير الراي اللي بكيك وما تديرش الراي اللي ضحكك. للحديث أقيس، سيتادير اذا انت راك عارف روحك باللي راك سيتياسيون تاعك بيان في الجزائر، قاري مثقف، عندك بوست تاعك تاع الخدمه الله يبارك، وباغي تضيع حياتك وتجي هنايا، نصحك يا صديقي من الاول شوف لك بلاد واحده اخرى اخطيك من سنغافوره. الحاجه الثانيه، اذا راها مبلع عليك كاع البيبان يا خويا وما كاش عليها وين، ولقيت غير هذه سنغافوره وبانت لك عليها وباغي تجي وباغي تتزوج انا ما غادي نقول لك والو يا صديقي. غادي برك نفهمك باللي اذا راك سبع في بلادك راح تولي ضبع في بلادات الناس. هذه على حساب التجربه، انا ما راني نغر فيك، ما راني نقول لك يا ودي بلاد مليحه وارواح، ما راني نقول لك بلاد ماشي مليحه وما تجيش. انا راني نهضر لك في الواقع. سيتادير كي تجي وتتزوج هنايا يسموه الزواج هنا مع وحده سنغافوريه. باش تتزوج مع وحده سنغافوريه فيها حسابات، لازم يكون عندها السكن تاعها الخاص. الحاجه الثانيه، لازم تكون الصالير تاعها على الأقل أكثر من $2000. الحاجة الثالثة اللي هي يا صديقي، باش تدي الإقامة لازم في التجديد كل خطرة تجرها معاك، سيتادير هي سبونسر تاعك، ترضى عليك المدام هذه، راهم يجدوا لك الورق نتاعك ودير تجديد للملف تاع الاقامه نتاعك، اقامه مؤقته يمدوا لك، سيتادير في العوام الاولى غادي يعطوا لك عامين وهي رايحه، يشوفوك مريح بزاف وبالك جبت ذراري، بالك يعطوك اقامه دائمه. مي الاقامه الدائمه اللي يعطوها لك يا صديقي ماهيش اقامه دائمه تاع دوام، سيتادير فيها 5 سنين. 5 سنين لازم تكون عايشهم هنايا في سنغافورة كي يعطوا لك الإقامة الدائمة ويشوفوك اسكا خدام تخرج من البلاد هذه. لا فيها بزاف صوالح، الله يلحقنا لهذاك الوقت كيما نقولوا حنايا، وربي يطول الأعمار. إذا راك تخمم في الجواز السفر ولا الجنسية هنايا في سنغافورة يا خويا، ما كاش جنسية وما كاش جواز سفر، ما عندهمش ازدواجية الجنسية هنايا، سيتادير لازم تنازل على الجنسية نتاعك. وإذا طارت لك سيتادير كي يعطوا لك الإقامة مؤقتة، رايح تضيع من حياتك واحد 4 سنين 5 سنين 6، غير تدي غير إقامة مؤقتة عامين وهي رايحة. من بعد إذا طاو لك إقامة دائمة اللي فيها 5 سنين، موراها تزيد 5 سنين، بالك 10 سنين عندك الحق باش تابليي على الجنسيه. وكي تابليي على الجنسيه راني قلت لك الشرط نتاعهم اللي هو تتنازل على الجنسيه الاصليه نتاعك. اسك قادر تدير هذا الصوالح ولا لا؟ دونك بالنسبه نعاود نرجع لك للموضوع، انت شوف المراه هذه كيفاش تتعامل معاك، اسك توقف معاك في وقت المحنه، باسكو كي غادي تجي هنايا ماكش رايح تلقى كيما نقولوا حنا ليله القدر توصل لهنايا تخدم دير تاويل وفيها بزاف حسابات، على الاقل تريح 4 شهور 5، تستنى الاوراق تاعك يخرجوا، من بعد ما يخرجوا الاوراق تاعك تروح تحوس على خدمه، وكي غادي تحوس على خدمه كاين خدامي وين رايح تخدم، يا وير هاوس يا سيرفيس كروف يا تخدم في ريستورون يا ما على باليش انا. هذوما الخدايم اللي غادي تلقاهم هنايا في سنغافورة. اذا كنت قاري صديقي ومثقف وبالدبلوم تاعك وعندك بوست تاعك شباب في الجزائر، ولو كان تدي 3 مليون ريح في بلادك، نصيحة لوجه الله وربي يسهل لك امورك.
وربي يسهل على كل واحد. انا نصيحه راني نمدها من القلب، ما راني نحسد في الناس يجوا ما يجوش، ما راني نقول لك اودي بلاد مليحه وارواح، ما راني نقول لك بلاد ماشي مليحه وما تجيش. انا راني نهضر لك على الواقع اللي غادي تنصدم به. سيتادير جو بريفير تروح لبلاد واحده اخرى تعيش عام ولا عامين ما على باليش انايا وتدي جنسيه نتاعهم، لو كان بلاد كيما نقولوا حنايا غير واش عليا، ولا تجي هنايا. دونك نتايا والتفكير نتاعك، ما نقدر نقول لك والو، وربي يسهل علينا وعليك ان شاء الله.